انا لو معايا 3 مليون افتح مشروع. مشروع ايه اللي ممكن تعمله ب 3 مليون؟ زي ممكن مثلا اجيب كتاكيت واربيها. 3 مليون يا صعب. يعني معاك 3 مليون جنيه تشتري بهم كتاكيت؟ يا صعب احطهم في البنك هم يشغلوا نفسهم واقعد زي الباشا. واحنا جايين هنا نلم الفلوس، احنا طالعين دين ابونا من يوم ما جينا البلد دي واحنا متبهدلين. ليه يا عم الحاج؟ الناس في مصر بيقول لك ان انت اصلا بتلاقي فلوس في الشارع. يا ريت انت عارف يعني ايه انت بتاخد 1500 يورو في الشهر؟ عارف 500 يورو عارف يعني كام؟ شوف سكن بتدفع سكن قد ايه، واكل قد ايه، ولو بتدخن بتدفع قد ايه، ولو بتجيب لبس. ده انت هنا شويه الميه بتتحاسب عليهم، شويه الميه بتتحاسب عليهم. تمام ماشي، بس انت برضو لو انت حوشت مثلا 100 يورو، ال 100 يورو بتعمل لك 6000 جنيه يا باشا. ماشي تعمل لك 6000 جنيه انا معاك. طب فين تمن غربتك دي؟ فين تمن غربتك دي؟ فاهمني؟ تمن غربتك انت اللي اخترت انك تيجي. انت بتقول انت هنا عايش. ماشي هنعمل ايه؟ عشان ما فيش في مصر، الدنيا صعبه. اخترت اجي، بس انا يعني ندمت اللي انا جيت ايطاليا بصراحه. انا واحد من الناس ندمت اللي انا جيت. ندمت انك جيت ايطاليا بامانه. طب قول لي معلش، انت لو بتقبض راتب كام في مصر ما يخليكش تفكر تيجي ايطاليا خالص؟ يعني لو قول لي رقم معين. لو باخد 10 ما كنتش فكرت اطلع من مصر. 10000 جنيه ما تخليكش تفكر تطلع من ما كنتش مصر؟ اطلع من مصر. انت متاكد؟ ايوه متاكد يا اسطى. انت عندك يا حاجه في صاحبي مصر غاليه. متاكد. كيلو اللحمه ب 360 جنيه. تمام متاكد، بس تكفي اللي انت عايش وسط اهلك وناسك مراتك ابنك. ايه اللي يخليك تقول كده؟ انت خلاص جيت ايطاليا، لما مش جيت يا حاسس ان اسطى، عايش في مصر عايش ازاي؟ انا وانا في مصر كنت اسمع زي ما الراجل قال برضه بنلاقي الفلوس ومش عارف ايه. جيت انا مش لاقي شغل، قدامك شغل ليا؟ انا قاعد مش لاقي شغل. طيب يا اسطى الدنيا صعبه والله، الدنيا صعبه.